إن شاء الله الآن هنتعلم كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتطهر لنتهيأ للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وطبعا عرفنا أن بهذا الوضوء أخرج نقيا من الذنوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوضوء يقول بسم الله، وكان يبدأ بيده اليمنى. بسم الله. وكان النبي يغسل يده كف يده اليمنى 3 ويخلل بين الأصابع، واليسرى 3 ويخلل بين الأصابع. طبعا احنا المفروض ما نسرفش في الماء، أنا فاتح المية شديد شوية عشان الناس ترى الوضع كاملا. ثم كان النبي يتمضمض 3. وأخبر النبي أن كل الذنوب التي فعلها اللسان تخرج مع المضمضة. ثم كان يستنشق ويستنثر 3. يعني إيه؟ يدخل المية بيده اليمنى في أنفه. من أخطاء الناس أنه يفعل هكذا، لا، لابد أن ندخل الماء في الأنف باليمنى ونخرجه باليسرى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. ثم نغسل الوجه 3. حدود الوجه من منبت الشعر إلى شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، وإلى الذقن من هنا 3. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته بالماء، وكان يأخذ كفا من ماء يضعه تحت حنكه ويقول هكذا أمرني ربي. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يده اليمنى من أطراف الأصابع إلى بعد المرفق. ده ما اسموش الكوع، ده اسمه المرفق، كما قال الله في الوضوء وأيديكم إلى المرافق 3 مرات. تعالوا نشوف النبي كان بيغسلها ازاي. من أطراف الأصابع إلى فوق المرفق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلك ذراعه ويخلل بيده أصابع اليد هكذا 3، واليسرى 3. وكان النبي يمسح الرأس مرة واحدة، إما أن يأخذها هكذا أو أن يرجع بيده إلى قفاه ثم يعود هكذا. وكان النبي يمسح الأذن مرة واحدة هكذا، يضع السبابة داخل الأذن والإبهام خلف الأذن مرة واحدة هكذا. ثم كان يغسل رجليه 3 ويقول ومن غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء. وقال الله في قرآنه وأرجلكم إلى الكعبين. العظمة البارزة فوق القدم تسمى بعظمة الكعب، لازم المية تطلع فوق عظمة الكعب البارزة دي يا جماعة. أما هذا الذي في أسفل القدم اسمه العقب. كان بعض الصحابة ما بيغسلش العقب، فقال النبي ويل للأعقاب من النار. تعالوا نشوف النبي كان بيغسل رجله كيف. هكذا يخلل بين أصابع القدم ويرفع الماء هكذا. كان يرفع الماء كثيرا في ساقه صلى الله عليه وسلم. ثم اليسرى هكذا الماء. من توضأ هكذا فقد توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذه الأعضاء التي غسلناها أثناء الوضوء تأتي مع العبد يوم القيامة وهي مضيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هكذا عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي بعد أن يتوضأ هكذا يقول كما في صحيح مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من قال هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وكده هبقى استعديت مبدئيا للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. اللي بعد كده هنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الصلاة.